خلاص البطولات الأوروبية وصلت للمحطة الأخيرة، الفاينلز. دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر. نبذة سريعة وقراءة في الفاينلز. يلا بينا. نهائي البطولة الأهم ما بين انتر ما بين باريس. انتر ميلان، كفاح انزاجي في الدوري الإيطالي، أو انتر في الدوري الإيطالي في المركز الثاني. صراع شرس بينه وبين نابولي في الصدارة، فرق 3 نقاط، فاضل تقريبا 3 مباريات للنهاية. صراع قوي، انتر عنده صراعين، صراع دوري الابطال هو الصراع الاهم، وصراع الدوري صراع مهم جدا. انتر عمل ماتشين امام برشلونة، ماتشين حلوين من الفرقتين، خلينا متفقين، لكن انتر كافح بقوة، لعب ماتشين هايلين جدا، خصوصا الماتش اللي في ملعبه كانت ملحمة وملحمة كبيرة جدا. الجميع توقع خلاص نهاية المباراة قبل ما اتشريبي بيجيب هدف تاريخي بيرجع انتر للحياة، وجمهور انتر بيرجع للحياة مرة تانية، ثم بيكسب في النهاية في الوقت الإضافي، وبينهي الأمور تماما، ويخرج برشلونة اللي عنده عقدة السادسة. تقريبا رقم 6 عامل عقدة لناس كتير، مش برشلونة لوحده للأسف. ولكن خرج برشلونة، وإنتر بيصعد بكفاح وشرف بعد ماتشين تاريخيين. أنا شايف إن بطل الماتشين دول هو سومير اللي قدامنا في الصورة، عمل ماتش تاريخي خصوصا مباراة العودة. فهيبقى فاينل قوي امام مين؟ امام باريس، اللي بيقدم واحده من امتع النسخ لباريس في تاريخه. تخيل يا اخي، باريس سان جيرمان كان عنده ميسي، كان عنده نيمار، كان عنده مبابي، كافاني، كان عنده اسامي كبيره جدا، ما قدرش يكسب دوري الابطال، وكان دايما بيخرج، كان دايما حظه سيء. السنه دي مع لويس انريكي كسب الدوري الفرنسي كالعاده، بياخد الدوري الفرنسي بالتليفون، معاه فريق جماعي رائع جدا، عثمان ديمبلي، دوناروما، بيقدم نسخه هايله جدا، نسخه مختلفه. يعني ماتشين ارسنال ما جاش، ارسنال ما كانش موجود، ارسنال قدم ماتشين من اسوأ ما يكون. باريس فرض كلمته في انجلترا وفرض كلمته في ملعبه بشكل كبير. فنص ماتش قوي بين فرقه فايقه جدا وفرقه بتلعب بدني، وبتلعب عندها لوتارو وعندها لعيبه كويسه جدا. لكن لو هتبص على الورق، يعني فنيا اقوى جدا باريس هذا الموسم ما شاء الله. انتر بدنيا، انتر بالكفاح، اللعب الايطالي الدفاع واللعب على الكاونتر اتاك. هيبقى ماتش ممتع برضه، هيبقى ماتش ممتع جدا جدا. في انتظار مين اللي هيكسب؟ توقعاتكم انتر ولا باريس؟ الدوري الاوروبي صراع قوي بين فرقتين بيقدموا واحد من اسوأ مواسمهم في التاريخ محليا. تخيلوا، مانشستر في ال15 وتوتنهام في ال16 في الدوري. لو حد يبص يلاقي الاربعه دول دايما في التوب 4 او في التوب 5 في الدوري الانجليزي. لكن السنه دي الامور بعيده جدا جدا، مدربين جداد، الامور صعبه. لكن في الدوري الاوروبي اداء مختلف، اداء مغاير، اداء رائع. الاتنين بيصعدوا باريحيه. مانشستر يونايتد مع اموريم، الناس توقعت ان يبقى في طفره في الدوري رغم ان في وجود اسامي ولاعيبه كبيره، لكن الكلام ده ما كانش موجود. وزي ما قلت لكم مانشستر في المركز ال 15، قريب جدا، كان قريب جدا لمراكز الهبوط. توتنهام نفس الكلام. توتنهام مع بوستي كوجلو، المدير الفني اسمه غريب قوي، ما بيقدمش كوره مميزه، انهيار، قريب جدا من مراكز الهبوط، لكن الامور حسمت تماما. لكن هتبقى مباراه قويه من فرقتين اقوياء. مانشستر يونايتد الاسم التاريخي في الكره الانجليزيه، 20 دوري انجليزي، عنده بطولات كبيره جدا. دوري ابطال اوروبا فريق كسبانه كذا مره، واموره احسن حاجه. ماتش حلو، ماتش حلو وماتش مميز جدا، هنستمتع بيه اكيد جدا جدا الفتره اللي جايه، الفاينل باذن الله. دوري المؤتمر الاوروبي، تشيلسي الانجليزي امام ريال بيتيس. تشيلسي هو مركز خامس في الدوري هذا. تشيلسي يا اخي عنده كتيبه نجوم واسامي تخليه في حته في التوب 4، في التوب 2، في ينافس على الدوري بشكل كبير. لكن تشيلسي بيوقع كتير جدا. تشيلسي مع ويلموتس بيمشي على سطر وبيسيب سطور كتيره جدا. فريق فيه كتيبه نجوم، فريق فيه لعيبه كويسه جدا في الخامس، لكن صعد لدوري المؤتمر الاوروبي ومرشح بقوه للفوز. لكن هيصطدم بكتيبه قويه، كتيبه عنيفه، كتيبه شرسه، هي كتيبه المخضرم بلجريني. عامل فريق كويس جدا بريال بيتيس، فريق جماعي جدا. هم سادس في الدوري الاسباني. اسكو عامل شغل كبير جدا معاهم. انتوني عنده لعيبه هايله كتير، ادريان، بلرين، لوسيلسو، في لعيبه كتير جدا كويسه في ريال بيتيس. عامل كتيبه هايله بصراحه. بلجريني ماشيين بشكل كويس في الدوري الاسباني، وصعدوا فاينل دوري المؤتمر امام فريق عريق هو تشيلسي. الافضليه لمين؟ الافضليه لتشيلسي، ولكن خبرات بلجريني بتفرق بشكل كبير جدا، فهتبقى مباراه مميزه ومباراه قويه. 3 فرق انجليزيه في فاينل البطولات الاوروبيه، مانشستر يونايتد،
توتنهام تشيلسي، فريق ايطالي انتر، فريق اسباني ريال بيتيس، وفريق فرنسي باريس سان جيرمان. نهائيات قوية في انتظارهم جميعا. توقعاتكم ايه الاطراف الفاينلز، دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي ودوري المؤتمر الاوروبي؟ اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نتفرج مع بعض على ماتشات قوية الفترة الجاية.